السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم آلاء عرفة، ودي قناتي قناة حوريات، بشارك فيها معاكم كل ما يخص البيت والأسرة والمجتمع، ومش هننسى المطبخ وبعض من يومياتي. فرجاء فضلا وليس أمرا تفعلوا جرس القناة وتعملوا لايك للفيديو ده وتشيروه على قد ما تقدروا علشان يوصل لأكبر قدر ممكن من الناس. طيب النهارده جاي اتكلم معاكم في موضوع أغلب البنات بتتكلم عنه في فترة المراهقة، وهو موضوع الحجاب. ليه بقول فترة المراهقة؟ لأن البنت في فترة المراهقة بتبقى لسه بتنتقل من مرحلة لمرحلة، فبتبقى خلاص يعني هي ما كانتش محجبة فعاوزة تتحجب، وما بين انها يعني عايزة يعني تعرف اكتر عن الحجاب. طيب النهاردة جاي اتكلم عن 3 نقاط مهمة للحجاب. هتكلم عن فرضية الحجاب، الحكمة من فرض الحجاب، وهتكلم عن تعريف الحجاب، واخر حاجة المواصفات الشرعية للحجاب بتاع البنت او بتاع البنوتة او بتاع المرأة المسلمة. طيب اول حاجة، ايه الحكمة من فرض الله سبحانه وتعالى للحجاب؟ علشان يحمي المرأة. ربنا سبحانه وتعالى فرض الحجاب لحماية المرأة وصونها وعفتها وسترها وحمايتها من الأذى، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وأن يعرفن هنا جاي بمعنى الستر والعفة، إن المرأة تعرف يعني إنها مستورة وعفيفة. طيب تاني حاجة هتكلم عنها وهو تعريف الحجاب. الحجاب لغة هو الستر، أي حجب الشيء أي ستره، واصطلاحا هو ذلك اللباس الذي يغطي جميع بدن المرأة من رأسها وجسدها، وأن لا يصف ولا يشف. طيب ايه هي بقى المواصفات الشرعية للحجاب بتاع المرأة المسلمة؟ اول حاجة انه يكون ساتر لجميع بدن المرأة ما عدا الوجه والكفين، لان فيه خلاف عليه. تاني حاجة أن لا يصف ولا يشف، يعني ما يكونش راسم جسم الواحدة، جسم المرأة، وما يكونش شفاف برضو، فيه مثلا شفاف من عند الكتف، شفاف من عند الرجل، شفاف من الكمام، من عند الكمام، المعصم يعني، وهكذا. تالت حاجة أن لا تتعطر أو يعني ما يحتويش على عطر أو بخور، أن لا يحتوي على عطور أو بخور. رابع حاجة ألا يكون متشبها بلباس الرجال، ما يكونش مثلا قصير، ما يكونش مثلا عبارة عن بنطلون كده. خامس حاجة تقريبا، يعني خامس حاجة ألا يكون متشبها بلباس غير المسلمات. سابع حاجة سادس حاجة تقريبا، سادس حاجة لا يقصد به الشهرة والتفاخر والاختيال. ألا يقصد به إن هو يكون يعني الشهرة والتفاخر بين الناس. بس كده، يا رب الفيديو يكون عجبك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.